السينما الدولية فقدت اليوم واحدا من أبرز نجومها بوفاة الممثل العالمي المغربي حميدو بن مسعود المعروف باسم حميدو، والذي انتقل إلى عفو الله اليوم بأحد مستشفيات باريس بعد معاناة مع المرض، وهو الذي وقع على أدوار بارزة في أكثر من 50 فيلما عالميا. مسار الراحل ضمن ورقة الحسين الزك. إنه الممثل المغربي ذو الصبغة العالمية حميد بن مسعود، غيبته الموت بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد تدهور حالته الصحية عن سن 78 سنة. حميد سبق وأن انتقل إلى مستشفى بوجون بباريس لتلقي العلاجات بعد وعكة صحية ألزمته الفراش منذ أزيد من شهرين. هذا إسحاق خويا أنا. حميد بن مسعود عملاق السينما المغربية والمشهور بأفلامه العالمية رفقة كبار ممثلي هوليود، ولأن حياته رحلة فنية بصم بإبداعيته على أعمال أجنبية عدة وبأدوار متميزة، لما يربو عن 40 فيلما روائيا وعشرات الأفلام التلفزيونية. فهل يمكن أن ننسى اسما كاسم حميد؟ إنها واحدة من الأسماء الغالية والتي لن تمحى من الذاكرة. D'être le père de son propre miroir. ونشير إلى أن جلالة الملك محمد السادس بعث ببرقية تعزية إلى أسرة الراحل حميد بن مسعود. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنا أحد المخرجين الذين عرفوا الراحل حميد عن قرب واشتغلوا معه في العديد من الأعمال السينمائية، والمخرج بالقناة الثانية حسن غنجاسي. حسن، مرحبا بك. مساء الخير. بداية يعني مثل معك الراحل حميد في العديد من الأفلام اللي أنتجت من طرف القناة الثانية كفيلم أرجانا، أيضا اشتغل معك في العديد من المسرحيات. نعم. لو يعني توضعنا صورة حميد الفنان. حميد الفنان هو رجل كبير وممثل عالمي. حميد الإنسان، حميد الرجل الطيب، الرجل البسيط في العيش، الرجل اللي بصراحة بلي نتلقيته ودرنا العمل، اقترحت له باش يكون ممثل في الفيلم السينمائي أرجانا. كان رجل ما ترددش لأنه كان كيحب بلاده وجا من فرنسا، ودرنا اللقاء الأول وملي مشينا في الوقت ديال التصوير كان كينعزل في الوقت ديال الفراغ اللي ما يكونش عنده تصوير، وكيمشي مع الناس ديال هذاك القريه البسيطه وكيجلس معاهم ويشرب معاهم اتاي الى اخره. المرحوم حميدو الله يرحمه هو رجل دابور، رجل ممثل كبير وإنسان بسيط وإنسان متمكن بالمهنة ديالو. ورغم هذا الشيء هذا كله بصراحة ما كانش كيدير علينا لو ستار، لأن كتجيب واحد الرجل اللي هو مثل مع أكبر المخرجين في العالم وكيجيو كيمثل في حلقة غنائية وبإمكانيات بسيطة، كان بسيط لا في العيش ديالو ولا في التعامل ديالو إلى آخره. سي حسن، السؤال الثاني بهذا الخصوص، يعني الراحل حميدو داخل أثناء التمثيل يعني ديالو داخل البلاطو، كيفاش كان كيتعامل مع الفنانين ومع الطاقم التقني؟ هو رجل رغم التجربه الطويله ديالو كان رجل كيشتغل بواحد الجديه بالحق، لان قبل ما يكون عنده شي مشهد مثلا لافاي يعني يوم قبل كنجي نتشوفوا انا وياه في الليل وكندرسوا المشهد اللي غادي يديروا، وفعلا كان الرجل كياخذ العمل ديالو بكل جديه وبكل صدق. لان ماشي حيت هو رجل وممثل كبير كان كيجي لاخر لحظه، بل كان بسيط وكان كيجي معنا بواحد البساطه وكياخذ الدور ديالو كل ما ينبغي من حكمه ومن قدره، لان كان كيعرف بان المهمه ديالو هي كممثل وكان كيحترم المهنه ديالو. وبهذه المناسبه الاليمه كان نوجهوا العزاء ديالنا العائله ديالو كامله وبالاخص السيده ديالو السيده فاطمه. نعم، سي حسن غنجة المخرج بالقناه الثانيه، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.